الرسول صلى الله عليه وسلم لما بقى عنده 35 سنة حصل مشكلة في الكعبة كانت عايزة تترمم. فجم أهل مكة في قصة طويلة جمعوا الأموال اللازمة لإعادة بناء الكعبة، وهدوا الكعبة وقعدوا بنائها وفضلوا يبنوا فيها لحد ما جه موضع وضع الحجر الأسود. وكل سادة قريش عايزة هي اللي تحط الحجر الأسود بإيدها، شرف الظهر زي ما بيقولوا. أنا اللي حطيت الحجر الأسود مكاني. كل واحد عايز يقول كده. والعرب أي حاجة فيها شرف تلاقيها متهورة، تتكلم بالسيف. الشرف ده أنا اللي هاخده. فلما وصلوا لموضع الحجر الأسود كله عايز يحط الحجر الأسود، لدرجة إن هم رفعوا السيوف على بعض وكانت هتبقى مجزرة. فأولاد الحلال اتدخلوا بينهم وقالوا لهم مش كده، يعني انتوا دلوقتي لما تقتلوا بعض ولا الحجر الأسود هيتحط ولا هيبقى في حد في مكة، استفدتوا ايه؟ حكموا واحد ما بينكم. نحكم مين؟ قرروا يحكموا واحد أسن واحد فيهم، واحد معمر في مكة وحكيم. فقال لهم تحكموا أول واحد يخش عليكم من الباب ده. رضيوا وقعدوا مستنيين يشوفوا مين أول واحد هيخش عليهم من الباب اللي قال لهم عليه الراجل ده. مين اللي دخل عليهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده وقتها 35 سنة. فكلهم في نفس واحد قالوا الصادق الأمين رضينا بحكم. ايه يا جماعة اللي حصل؟ يا محمد يا ابن عبد الله، احنا كل واحد فينا عايز يحط الحجر الأسود من نفسه. فالرسول راح خلع رداءه وفرشه على الأرض وحط عليه الحجر الأسود، وقال لهم كل سيد من سادات قريش يشيل طرف الثوب. فكلهم رفعوا الثوب اللي جواه الحجر الأسود ووصلوا بيه لحد مكان الحجر الأسود. وراح الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحجر الأسود بإيده وحطه في مكانه، فهو اللي نال الشرف ده، ولكنه حقن دماء قريش إن خلهم كلهم يشتركوا في وضع الحجر الأسود في مكانه. ودي كانت من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي وهبها لرب العالمين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم آمين.